في خضم السوق الصاخب تتجول جورجينا وتتجه نظرتها إلى التشكيلة النابضة بالحياة من البضائع والوجوه. تتعثر خطواتها أمام عرض بائع للكتب العتيقة والصور الفوتوغرافية المنسية، مما يلفت انتباهها. صورة فوتوغرافية قديمة تلفت انتباهها، فتاة تعكس ملامحها تقف بجانب رجل يشبه والدها بشكل غريب. يتوقف الوقت مع بزوغ الاعتراف. تتجمد جورجينا. صدمة الكشف تشل حركتها. تعود جورجينا لزيارة المكان المألوف وقلبها يخفق بالترقب. يستقر نظرها المتفحص على امرأة عجوز شاهدة صامتة من ذلك اليوم المشؤوم. تقترب جورجينا وصوتها يرتجف بمزيج من الأمل والارتياب، وهي تسأل: عفواً، أتساءل عما إذا كان بإمكانك إخباري بأي شيء عن هذه الصورة. تتسع عين العجوز ويتجلى على وجهها ذكرى تطاردها بينما تبتعد قليلاً. يهرب تحذير مرعب من شفتيها مثقلاً بالخوف غير الموصوف. ما حدث بعد ذلك ممنوع أن يحكى. تتراجع جورجينا وتتدلى كلمات العجوز الغامضة بشكل مشؤوم في الهواء. في داخل منزلها الخافت تدفع جورجينا بحاجة ماسة لكشف الحقائق الخفية. من بين الآثار المنسية تكتشف ملاحظات قديمة تلمح إلى خطوط زمنية مكسورة ومتغيرة. ينهار عليها ثقل الإدراك، بينما تجمع المستحيل قد لا تنتمي إلى هذا الزمن. تظهر صورة فوتوغرافية بهتة وهي شهادة صامتة على حياة عاشت في حقبة أخرى. تحدق في الصورة وعقلها يتسابق للتوفيق بين الماضي والحاضر. الصورة دليل قاطع على ماضيها،